تاكسي، كل يوم تشوف غريبة استرها يا ربي. اجري اجري تاكسي تاكسي، زارك جابك جبت بابك شوفها وين تراسي. اربط سنتر حمان خليني نعدي دوزيام، اللي باش يصير عليك اليوم ولا في الاحلام. خرافة في كياس نعيشوها مع الناس، حتى كان تدخل في حياة ديما نقولوا لاباس. يو الباب تربق عليك ما عندكش منين تبوج، كونتوري مارك عليك وحسابك داخل في الروج. حلي دعوة اسمع ايش يقولوا في الاخبار، يا ولا هدرة تسربي فيها يا اعلام العار. الكاميرا تصور فيك منها جالب لا يا غاف، سيدي رمضان في التاكسي جونا كله حافل 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 حافلي في الكاميرا كاشي. سيدي رمضان حافل حافلي. صحة شربتكم ومرحبا بكم من جديد في التاكسيدو. في إحدى الحلقات السابقة كنا حصلنا المواطنين بخبر كاذب يقول أن مجموعات مسلحة من شقيقة ليبيا هجمت على تونس العاصمة. اليوم قررنا باش نجربوا سيناريو المعاكس ونشوفوا ردود فعل ركاب التاكسي قدام خبر إعلان تونس الحرب على ليبيا. كيف العادة قبل الإعلان على الخبر الكاذب قيس باش يبدأ يمهد للركاب في الموضوع. لما جيت من حدا المطار ماهيش عادية الزحمة ليه؟ جاي شد المطار ما يمسروا الجزائر داخل بعض. هي الأمور في ليبيا والله لبزة قاعدة لبزة. الله يستر الله. شنو أحوال الجو في طرابلس غادي؟ والله نحن في بنغازي جو مش كويس. في بيان مشترك بين رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة، يعلن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي رسميا عن إعلان تونس الحرب على ليبيا، وانطلقت في اجتياح الأراضي الليبية برا وجوا منذ فجر هذا اليوم، جميع التونسيين إلى توخي الحذر، كما تدعو التونسيين الموجودين على التراب الليبي إلى الاحتماء فورا بالسفارة التونسية أو التوجه فورا إلى المعابر الحدودية التونسية أو المطارات الليبية التي أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش التونسي. إلى اللقاء. كما كان متوقع الخبر كان مفاجئ ومثل صدمة لكل الركاب. حب عظمة يا رب. الراجل يسلكها يسوي الليبية يعملوا في أعمال، حتى الليبية يعملوا في أعمال يقتلوا في العباد زي يقتلوا في التوانسة. والله تستاهل ليبيا. على مال الجزائر ومصر، الجزائر قالت لمصر تشدي بلاستيك وتريدي قالت لها مصر، ما على المشكلة ليه يعني الجزائر مدعمة تونس في ليبيا يعني ومصر بدت. الجزائر وليبيا راهم ما يتفاهموش جملة راهم. ونحن وقت نتاع حرب حتى الحرب اللي عنده الداخل هو. كيف المرزوقي بتاخذ القرار ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. استغفر الله العظيم. من وين هالمشاكل بتيجي ما تعرفش من وين. مش شنو الحرب زاد مش سهلة راهي، مش سهلة حرب راهي. اسمع ربي يقدر خير والله. نيفاش تو جانفي في مارس ابريل ماي جاي في رمضان يعملوها زي قال لك توخي الحذر الدبي. قال لك الناس كلها زمان في ليبيا الكل يروحوا بر وجو. قال لك باش يضربوا. قلت لي قلت مصر والجزائر يعني ليه علاش قلت لك انا سمعت الجزائر ومصر يمكن على الحكايه ذي. مصر يمكن حبت تتدخل ولا سافوار شنو هي مشكلتها مع تونس، والجزائر قالت لها في واحد بن عدي ما عملهاش. وراه بوتفليقه قال الجزائر تشد بلاصتها ما كانش باش نرحاه. ردود الفعل كانت متبينه وقيس زاد عمل اللي عليه باش يخوف الركاب. خاف من حاجه انا خاف من بعد ما نحاول قدافي يملكوا سلاح. في عندهم كلها مسلحه في ليبيا، كلها اللي عندها مش العاصمه. حتى في تونس عندها في تونس عندهم سلاح. خاف يضربونيش العاصمه اذا مش بصاروخ مش بحاجه. لا هذيك هي مش كل مره وقتها شفتها في الجورنال يعني قالوا باش تونس في الشربان.
ليه لهني ما نخافوش يعني. مش ما تخافش خويا، حرب هي اسمها حرب هي نعرف، اما باش يوصلوا لنا لهني شنو باش تكفيديهم انت؟ ما شفتهمش كيفاش بالسيزو ولا بالديماكس هذيكم كلاشينكوف من تلك الكبار وانا ما يدخلوا لنا كيكا وهما السلاح يحوس في وسطهم، راه في ديارهم السلاح مش كيفنا نحن لا بالترخيص، هما كل واحد بسلاحه. مش قرار بفرنسا. شنو الربح نتاعها فرنسا؟ خاطر هولندا ولا امريكا نمشي معاك، امريكا نمشي معاك يا اخي. في ليبيا وقت اول ما ضرب لا نصور فرنسا يعاونوا القذافي. فرنسا وقت القذافي تعطي ساركوزي الفلوس، نفس الحكايه راه فضحه وقتها نفس الحكايه اللي صارت. وهولندا وفرنسا تتعامل مع تونس خير من ليبيا، معاملاتها مع تونس خير من ليبيا. لا يساعدها معناتها تونس هي تشد معناتها الشطر نتاع ليبيا خير من بترول. الى حد الان شفنا بالاساس ردود الفعل نتاع المواطنين التوانسه. زعما شنو باش تكون ردة فعل اشقائنا الليبيين كيف يلقاو رواحهم في بلاد اعلنت عليهم الحرب. كل هذا نشوفوه بعد الفاصل. اللي ذا اسمع ايش يقولوا في الاخبار، يا ولا ادرى سربي فيها اعلام العار، الكاميرا تصور فيك منهجك البلا يا غافل سيدي. قبل الفاصل خلينا ركاب التاكسي مصدومين بعد ما سمعوا خبر يقول أن تونس أعلنت الحرب على شقيقة ليبيا، وكما باش تشوفوا فإنها صدمة كانت أكبر عند إخواننا الليبيين اللي ينزلوا ضيوف عندنا. والله خبر مش مفرح هذا والله. لا اكيد مش مفرح. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت عندك قريب مليون وزيادة ليبيين هنا. كيف الخبر هذا؟ تو بيسكتوا الليبيين اللي هنا؟ هذيك المشكلة. تسمع ما تكره، هذه بروح. النشيد الرسمي. تسمع ما تكره. اعلان الحرب. حرب راي. توتر. عشان سفرية ليبيا مالك. المطار بيكون مسكر اصلا. ليه من تونس؟ غازي مسكر. شنو قالوا سكروا المطارات؟ ليه؟ المطارات اللي موجودين في ليبيا تحت السيطرة تاع الجيش التونسي. اي المطارات. وصلوا دخلوا لطرابلس. ما خشوش لطرابلس بس ما عادش قال لك يمشيوا للمطارات. صح قالوا المطارات تحت سيطرة الجيش التونسي. ما هم مشيبوا تونس والجزائر ومصر يضربوا، وانت مش عارف ان ليبيا تو لها يجي من يوم الخميس في ضرب في حرب في انقلاب غادي. انا وكان ما سمعتش بودني يقول لي واحد ونقول لا تزايد انت. والله المشكلة الليبيين اللي لهنا يعني حصلوا لهنا والتوانسة اللي غاديك حصلوا غاديك جت جاية تو انا لي 4 ايام انا جاي هنا هنايا معناها حتى كان ما عندكش فلوس تموت هنايا تقعد وخلاص نين تحس غادي يشبح. والليبيين اللي عندك هنا في وحدين هاجروا كانوا مع معمر هاجروا عندك. اي في ليبيين جايين يعالجوا اكيد تمام. فيه ليبيين يدعموا في الانصار الشريعه اللي عندك اكيد. هذول هم اللي يخوفوا. والحل شنو شيء والله الحل والله الحل يعني بيا ربي معاش عرفنا الحل احنا شنو بك. الشعوب عاشت في دوامه معاش فهموا شنو اللي يصير بك. ما تفهم شيء تحب تفهم الدوخ هذه بروحها يعني حصل حسب الله. أغاني ثورية هذا. أوه خطر علينا 67 هذا. ربي يجيب السلام وخلاص. ربي يسلم إن شاء الله. أي قيس ظهر لي يزيهم مهما يصير تونس وليبيا إخوة وأشقاء. أي قص علينا هاك الحرب وقول للجماعة اللي هي كاميرا كاشي. الو يعني يقولوا له الاخرك اللي هو شارك معنا في حصة الكاميرا الخفية. اللهم صل على النبي. انا نزلت على الفيس يعني. تلفت على يمينك، انظر على يمينك. الله 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 الله. نزلناه على الفيس. ان شاء الله في واحنا نحاربوا اخواتنا غادي احنا. تقول لي كلام. تقول لك كلام. فما شعب يحارب بعضه هو. فما شعب يحارب بعضه.
تباوي الطاجين اللي درتها انا ولا نقول توا. والله الفيفا تونيزي. تحيا تونس. لا اسمع شاهدونا في رمضان على قناة نسمة. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بارك الله فيكم. موعدنا يتجدد مع التاكسي 2 غدوة في نفس التوقيت مع حلقة فيها أكثر من مفاجأة. الإذاعة اسمع ايش يقولوا في الأخبار، يا ولا أدرى سربي فيها يا أعلام العار، الكاميرا تصور فيك منهجك البلا يا غافل سيدي.